محمد صلاح سجل سوبر هاتريك غير مكتمل بسبب الفار، وازاي رد على الانتقادات في تركيا باقصى طريقه. محمد صلاح ابو الكباتن كان داخل الماتش ده والاعلام التركي مستني له على غلطه. ليه؟ لانه ما سجلش اول مباراتين، وبعد خساره طرابزونسبور في اوروبا الهجوم عليه بقى شديد جدا. قالوا ان هو مش قادر يعمل الفارق، وقالوا ان الصفقه اصلا غلط من الاول، وقالوا ان صلاح خلاص بعيد عن مستواه. لكن اللي حصل قدام بشكل شهير كان رد غير متوقع. صلاح يا ابو الكباتن سجل هدفين، وسجل هدفين كمان واتلغوا، يعني الراجل حط 4 اهداف بس. الفار والالغاء خلوا صلاح يقف عند هدفين بس. اللي هيفاجئك بقى ان بالهدفين دول صلاح دخل المنافسه رسميا واعلن عن نفسه في قائمه الهدافين، وبقى الثالث تحت اوسيمين وجرينوود. بس صراحه ابو الكباتن الله يكون في عونه، ده معاه لاعبين مش بيجروا، وبالاخص المهاجم اللي معاه ده مهاجم فظيع بطيء جدا. المهاجم ده لو بيلعب معاك خماسي مش هتاخده اصلا. وفي الاخر صلاح ما ردش على الاعلام التركي بالكلام، صلاح رد بهدفين كده بيسخن معاهم ودخلهم كلهم في حاله صمت. فهل برايك ابو الكباتن محمد صلاح قادر ان هو يفنش الدوري التركي وهو هدافه ولا صعب؟